بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم معنا في موقع البدرشين قبل الحضاره برنامج كلمه حره ولقاءات مرشحين مجلس الشعب 2011. اخي المرشح، مهما كان انتمائك سوف نصل رؤيتك الى الناس دون مقابل مادي، فاصحاب المبادئ لا يبيعونها وانما ينشرونها بين الناس لاعلاء كلمه الحق. معنا ومعكم اليوم الاستاذ محسن داوود الصحفي والاعلامي. اهلا ومرحبا بك يا اسماعيل. اهلا بيك يا احمد، فرصه سعيده ان انا حضرتك دايما تكون مقدم، المره دي انت ضيف معانا في موقع البدرشين قبل الحضاره. هو ده مش جديد، انا جاي عشان خاطر انت مجتهد، انت وجهاد ومعاك فريق العمل. فانا يمكن اول حوار اتعمل لاحد المواقع ده ما كانش اتعمل قبل كده، انا اتعرض عليا كتير جدا لكن انتوا عشان انا كنت معاكم من زمان، ده كان معانا من سنه فاتت صح؟ لكن بس طبعا مواعيد حضرتك المظبوطه جدا هي اللي عايشه ايه ولا ايه؟ انا عاوز اقول ان احمد يعني مش هقول بقى تلميذي، لا هو احمد زميل وزميلني في برنامج قرار جريء، وكنت من اكثر الناس اللي انا كنت بعتمد عليهم في الاعداد يعني. فانا سعيد بتواجده وسعيد بتألقه ومعاه جهاد وفريق العمل معاه. ونحن سعداء بك اكثر، وهذا ليس يعني نحن على الحياد. انا جاهز يا احمد، انا جاهز. ونحن على الحياد التام، نلتزم الحياد التام. يعني هو حضرتك اكيد عارف يعني. لا انا جاهز لاي سؤال، وانت تعلم انا كنت دايما بقول لك بتقول لي بالنسبه للاسئله لما نيجي، قلت لا انا خليها مفاجاه مش عاوز فعلا حضرتك قلت لي الاسئله اللي تحبوا تسالوها انا جاهز. واحنا جاهزين النهارده باسئله. وانا منتظر. عايزين نبذه كده مثلا عن هيئه الاعلامي محسن داوود من الناحيه السياسيه ومن الناحيه العمليه. نبذه عن حياتي من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاعلاميه. بص اقول لك على حاجه عشان بس نكون احنا متفقين. انا بدايه حياتي حابب جدا عالم الصحافه ومجال الاعلام، وده ما عملتش فيه في يوم وليله. انا ما كانش خالي ولا وزير الاعلام ولا كان عمي محافظ ولا اي حاجه. كل حكايه ان اجتهاد ان انا اشارك في ندوات كتير جدا لجامعه القاهره وجامعه عين شمس ووزاره التعليم العالي. وبعد كده قدرت من خلال الندوات اللي انا بقدمها واللي انا بعدها ان انا اتفوق على نفسي واقدم برنامج هوا لاول مره كانت تحصل في وقت قياسي جدا، ان في مذيع دايما بيعمل حلقات مسجله الاول لغايه ما بياخد على الكاميرات والكلام ده كله، لكن يجي مره واحده كده من دار للنار على طول يبقى استوديو وهوا وضيوف تقال. يعني يمكن في حديثنا نتكلم عن بعضهم يعني. فده كان حاسس ان كان نجاح وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى انه بيمن عليا في وقت انا كنت محتاج المنه دي من عند ربنا، لان انا كنت بتحارب من ناس كتير جدا، وكان يقال ان هيقابلك الفشل، وكنت انا دايما واثق في ربنا وواثق في نفسي ان انا لا بالعكس هيقابلني النجاح، والحمد لله انا حققت ده وبفضل الله سبحانه وتعالى. استاذ محسن، نبذه مختصره عن برنامجك الانتخابي. هو بص اقول لك على حاجه عشان برضه اكون انا صريح معاك. حته البرنامج الانتخابي في الاول والاخير كترت قوي، احنا عاوزين نعرفك بس من خلال البرنامج الانتخابي. اكثر واحد يعرف يعمل برنامج انتخابي هم الصحفيين. عارفين يعملوا ازاي برنامج انتخابي، بس مش مهم البرنامج الانتخابي. يعني احنا خلينا يعني احنا عندنا مرور في مصر، قانون مرور في مصر جامد جدا لكن ما بيتفعلش في مصر. عندنا حاجات كتير مهمه جدا نكلمك عن القضاء على العشوائيات، القضاء على مش عارف ايه وايه ونعمل ايه وكذا كذا، بس ما بيتفعلش. كلام حلو، لكن اهم حاجه عشان خاطر افعل ده، فطبعا تحت الضغط بتاع ناس كتير جدا، وانا حاسس ان ايه، مش عايز اقول الناس مش فاهمه عشان ده ما يصحش، لكن تحت الضغط قلت خلاص اوكي انا في برنامج بس اللي انا هقدر اقوله عشان ده اللي هلتزم بيه. وعاوز اقول لكم بقى مفاجاه يمكن ده يبقى ليكم انتوا، ان البرنامج ده هلتزم فيه اعلاميا يعني مش كعضو مجلس الشعب، لان عضو مجلس الشعب دلوقتي مش عايزين، انتوا اكيد عارفين، باش حاجه اللي هي تشرف زي الاول والحاجه اللي هو الواحد يفتخر بيها. حصانته هتكون داخل المجلس فقط. لا انا ضد حصانته اصلا، ولا داخل المجلس ولا بره المجلس ولا اي حاجه، ولا زيه زي اي حد. ده راجل خدمي، ده راجل بيخدم الناس، خدمي ولا تشريعي؟ الاثنين لا يتجزأ. ما يقولش ده عضو مجلس الشعب ده راجل تشريعي فقط والكلام ده كله. خلاص هاتوا بقى فقهاء القوانين وقعدوهم في المجلس والكلام ده كله، لكن ده راجل من الشارع، لازم يبقى راجل فيه الخدمي موجود، وراجل لازم يكون عنده فاهم طبعا في التشريعات عشان خاطر يتوفق في القوانين اللي تمشي مع رؤيه مصر، مع سياسه مصر بشكل يكون هو فاهم. لكن في المقام الاول لازم يكون خدمي وخدمي افراد، لانه ده مش عيب.
احنا ناسيين القصه بتاع هو خدم افراد، لو خدم افراد مطلوب منه يخدم جميع الافراد. لا ما ينفعش يخدم افراد معينين. لا هقول لك على حاجه، انا اقصد يعني عشان بس ما تاخدوش الكلام مني. لا هو عايزه اوضح لحضرتك حاجه، يعني ان احنا نعلق على نقطه معينه ده مش معناه ان دي رؤيتنا احنا او انتقادنا احنا، لا، بحيث ان اللي يتفرج او يشاهد يبقى شايف يعني دماغه ما تروحش انه يفسرها باي معنى تاني. جميل. هو طبعا لازم يكون الخدمات العامه دي موجوده جدا، وبالذات في دايرته، لان هو ده اهل دايرته اللي انتخبته، واهل دايرته اللي تعبت عشان خاطر تشوفوا عضو مجلس الشعب يمثل رؤيه عنهم، وان هو ينفذ البرنامج بتاعهم بشكل محترم وبشكل كويس. فانا في الفتره اللي فاتت قدرت الخص برنامج، وان شاء الله هيكون موجود معاكم. ده اللي انا ان شاء الله باذن الله انا بتعهد قدام الدايره كلها وقدام حضراتكم، بغض النظر عن عضو مجلس الشعب، لان زي ما بقول دلوقتي ما بقتش ليا تشرف ولا اي حاجه، تبقى بالعكس انت بترمي نفسك في النار عشان خاطر تحترق عشان خاطر الاخرين. انا كصحفي وكاعلامي الحمد لله عندي القدره اكتر من عضو مجلس الشعب اللي انا امارس سلطتي الرقابيه، لان هي دي سلطه الصحافه وسلطه الاعلام، الرقابيه على المسؤولين. والحمد لله مش عايز اقول بعلاقاتي قويه جدا مع المسؤولين ان انا بقدر اخدم بلدي بشكل او باخر. فانا هقدر بمشيئه الله كصحفي وكاعلامي انفذ البرنامج بتاعي في غضون الفتره بتاعه عضو مجلس الشعب، سواء انا موجود جوه او مش موجود جوه المجلس. طيب برضه حضرتك لم تذكر البرنامج. هو يعني اهم النقاط هديكوا حاجات، اهم النقاط مختصر كده. طبعا احنا لازم نتفق ان مصر دي بلد اسلامي. صحيح؟ تمام. يمكن في ناس كتير ما بتقربش للمنطقه دي، بس خلينا نتكلم بصراحه، مصر دي بلد اسلامي، مصر دي بلد الازهر الشريف، فلازم الشريعه الاسلاميه يستمد منها الدستور المصري. ده شيء ما نتكلمش فيه خالص. تاني حاجه احنا عندنا التعليم ده جزء لا يتجزأ من الامن القومي. في عندك مشاكل في المدارس، في مدارس في ابنيه تعليميه مش جديره انها تكون مدارس. يمكن انا بعمل تحقيق صحفي ان شاء الله نازل الجمعه او السبت في جريده المسائي اخبار اليوم عن الموضوع ده. انا رحت مدرسه العطيات لقيتها راكده على رشاح وفيها امراض ومساحه قد اللي احنا قاعدين فيها دي. مدرسه وفصل او فصلين اتقسموا ل4 فصول 5 فصول. انا لقيت الاولاد، انا مصور الكلام ده، لقيت الاولاد فوق بعض. فطبعا انا بقول ان طبعا عندنا مساحات لاراضي الدوله كتير جدا. ليه المحافظ او الوزير المعني او المسؤول المعني ما يخصصش اراضي تبقى مخصصه لمجمع مدارس؟ المحافظ بنيجي عند موضوع الاراضي، كان لينا لقاء معاه قبل كده، بنيجي عند موضوع الاراضي وبيقول ارجعوا لوزاره الزراعه. رحنا لرئيس مجلس المدينه قال ارجعوا للمحافظ، رحنا للمحافظ قال ارجعوا لوزاره الزراعه. هو ان شاء الله لينا لقاء مع وزير الزراعه مش عارف هيعملوا. هو الموضوع ده شائك وكل مسؤول دلوقتي، خلينا نتكلم بصراحه، بقى خايف ياخد قرار سليم في البلد. اعتقد انه لا يمكن ان يكون شائك اكثر خطوره، يعني بالنسبه البلد خلاص شالت البلد ما بتشجعش. خلينا نتكلم بصراحه، البلد ما بتشجعش. ان الحكومه الحاليه تنقليه خايفه تاخد اي قرار. تمام، او حتى لو مش تنقليه هتخاف. فده لازم نديهم الثقه، مش كل شويه نطلع على التحرير عشان خاطر نقول ده يمشي، او مش بعد كده بقول للناس بتوع التحرير على الحق او على باطل، انا ما بقربلهمش. لكن انا عاوز ندي فرصه لكل مسؤول، لان المسؤول دلوقتي مبقاش عنده القدره انه يتخاذل، مش هينفع انه يتخاذل. لو اتكلمنا في حدود البدرشين، مركز البدرشين، عن الاراضي الزراعيه المنهوبه، في هناك ارض الجزيره، وحضرتك كاعلامي وصحفي تدرك ان في خلاف قائم عليها. بص عشان نتكلم بصراحه، انا ارض الجزيره دي انا فكرتني في حلقه من الحلقات، انا اتخصم مني مبلغ كبير جدا، كان وفرنا عليه ده في الحمله الانتخابيه دلوقتي. انا كان ارض الجزيره يمكن النادي اللي فيه احمد شغال فيه او عضو من اعضاء المحترمين فيه. احنا نقصد ارض جزيره البدرشين. معلش هقول لك اتكلمت في النقطه دي. كان في احد المستشارين كانوا عاوزين ياخدوا فدانين يستقطبوهم من ارض الجزيره، وانا رحت جايب حلقه من الحلقات، جبت وائل الابراشي، حلقه كل البدرشين شافتها، وخليت وائل الابراشي انا وهو نتكلم في المشكله دي، ووجهنا كلامنا للمشير. طبعا ليه المشير في الوقت ده؟ الكلام ده قبل الثوره، لان المشير والقوات المسلحه بتهتم بالاراضي، بتهتم للشباب، يعني بتهتم ان يبقى في مساحه ارض متنفس للشباب عشان خاطر ما يهربوش لسكه المخدرات والسكك الضايعه اللي احنا عارفينها. فعشان كده الراجل الحمد لله اهتم، والراجل كانت حلقه قويه جدا، وقدر اللي هو المستشار يعرف ان ورا البلد رجاله، مش محسن داوود بس ولا كتر خير طبعا هو الابراش، انا بوجه له طبعا شكر ان هو جنبينا في كتير قوي.
يعني البراشين كانت مليانه كلها رجاله وقفت ورا الموضوع ده، عشان في الاخر ان الفدانين دول ما يتاخدوش ما يستقطبوش من الارض، عشان تفضل المساحه حلوه زي اللي احنا عارفينها طبعا. 480 فدان. 480 فدان برضه عشان ما نظلمش الدنيا كلها، فيهم اراضي مسجله وفيهم اراضي املاك دوله وفيهم اراضي تبع الزراعه، فاهماني؟ وفيهم اراضي تستحق اللي احنا نخصص فيها مرور ومدارس، ويمكن كان في قبل كده متخصص فيها مجمعات مدارس، يمكن الكلام ده مع الاستاذ احمد امين عبد العليم، لان هو الراجل ده ادرى مني، والراجل ده يعني بنعتبره من العاشقين لتراب البدرشين، وجري ورا الموضوع ده كتير جدا. واحنا ان شاء الله نحاول نفعل نخصص بعض الاراضي ان هي تبقى مجمع للمدارس، تبقى للمرور، اذا كان في محاكم، لان طبعا المحكمه اللي هي موجوده حاليا غير يعني طبعا عدد المحامين كتروا. طبعا ده وعد من الاستاذ محسن داوود ان شاء الله اصبح عضو مجلس الشعب هيساهم في استرجاع اراضي الدوله المنهوبه في جزيره البدرشين. مش هنقول مش حكايه المنهوبه، حكايه اللي احنا هنقول ان في اراضي تخصص للمصلحه العامه محدش هيقف قصادها. استاذ محسن محدش هيقف قصادها. ارض الجزيره دي عند المسؤولين قبل الثوره كانت خط احمر لا يمكن الاقتراب منها. ولا مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لا بالعكس، ما عندك الضرايب. الضرايب دي اتعملت قبل الثوره. ماشي فين؟ طيب ماشي. ضرايب مساحه كبيره جدا اتعملت. ضرايب اللي على ارض جزيره البدرشين صرح، دي اللي على الواجهه اللي جوه محترم. ما احنا لسه بنقول لو في حاجه محترمه، انا اعرف ناس في الجزيره كلهم بيقولوا بلا استثناء، بيقولوا كالاتي: لو في حاجه محترمه تصلح للبلد نعملها بشكل كويس بشكل جماعي بدون. البلد عايزه كتير. طيب مش هم عندهم استعداد يتعاونوا ويتنازلوا على الارض اللي هي بيقولوا ان هي بتاعتهم؟ عندهم استعداد. ما احنا لا عاوزين نقول، ما احنا قلنا في اراضي مملوكه فعلا لناس عشان خاطر لا نقصد المملوكه، نقصد وفي حاجه اسمها اللي هم بيدفعوا حاجات عوائد للدوله او حاجه زي كده باسامي برضه الكلام ده كله. لكن ده ما يمنعش لو في مصلحه عامه لاهل البدرشين، والبدرشين مش الناس دي مش هتتاخر، محدش هيتاخر منهم. ما ننساش وده ليس دفاعا عنهم، ولا انا ما ذكرتش اسمه عشان ادافع، لكن ما ننساش ان في بعضهم حمى مجلس المدينه كله، كانت المعدات كلها كانت عنده، السلاح كله كان عنده. هو عشان يحمي ممتلكات خاصه بيه، يبقى المقابل ان هو ياخد لا، ما احنا لسه بنقول ايه؟ بنقول حاجه معينه. الناس دي لان انا اعرف بعضهم عن قرب ما بيتاخروش على المصلحه العامه، ده بجد انا بشهده كمحسن داوود. لو في زي ما قلت لسه من شويه مجمع محاكم يتعمل، مجمع مدارس يتعمل، مرور الحوامديه كان في تخصيص ليها من كام سنه، وطبعا احنا عارفين القانون بعد 3 سنين لما التخصيص بيعدي عليه 3 سنين التخصيص ايه، محتاج انك تاخد قرار تاني تخصيص تاني يعني غير التخصيص الاولاني. فاحنا ممكن نقدم طلب تاني نخصص تاني للمرور، وما اظنش ان الناس دي هتمانع، بالعكس ده هيساعدوا معانا وهيساهموا معانا ان نعمل الحاجات دي لاهل البلد. طيب استاذ محسن، قبل ما نتجاوز الجزيره هندخل جوه في الجزيره خالص عند البحر ولا ايه؟ معديه عند البحر، معديه البدرشين. تمام. من وجهه نظري الشخصيه ان هي ما ينفعش بدرشين سيداتها تركب معديه بالطريقه دي، ما ينفعش البني ادم يبقى قاعد جنبيه حمار في نفس المعديه. هل عضو مجلس الشعب ان شاء الله ان اصبحت عضو مجلس الشعب تسعى لعمل ليه؟ وان اصبحت انت عارف يا احمد، انت اكتر واحد، انت عارف انت بتسعى معايا في الخير كتير، وانت عارف ان احنا بنروح فين وفين. طب انا بدك اعلامي وصحفي، احنا بنطالب منك انك تسعى بمجلس الشعب او بدون مجلس الشعب، تسعى في عمل كوبري لانها مدينه لا يصح ان تكون عندنا معديه. انا فاكر الواجب زمان لما كنا بنروح احنا طلبه لسه، كنا فعلا بنركب معديه وبنعدي، كنا بننط ونحط الخشب عليها حاجات جنبينا، وفعلا زي ما انت تقول حمير والكلام ده كله، احنا فلاحين اصلا يعني. لكن دلوقتي ما ينفعش، حقيقي ما ينفعش، احنا عندنا الحضاره، لان لا الوقت الراهن بقاش ينفع خلاص. احنا دلوقتي في تقدم، احنا دلوقتي في تقدم، وفي البدرشين بقى فيها شباب مثقف كتير قوي، شباب واعي وشباب محب للبلد، ففعلا ما ينفعش. انا لسه يعني الموضوع ده انت بتقول لي دلوقتي، انا عشان بقالي كتير ما ركبتش المعديه، واعرف ان فيها عيوب كتير جدا، وعارف انها مش زي بتاعت الحوامديه. الحوامديه يعني الى حد ما احسن، متطور وادميه افضل يعني. لكن انا عرفت ان المفروض كان يتعمل كوبري كمان يعني كان في ميزانيه جايه للكوبري راحت بني سويف. مين اللي وداها بني سويف يا استاذ محمد؟ تصدق نفس السؤال عاوز اساله لك يا جماعه. مين اللي وداها؟
لا وحضرتك كاعلامي اكيد احنا ما ينفعش نعرف اللي حضرتك. لا احنا بص عاوزين ما نقلبش اللي فات. مش معنى ان احنا ما نقلبش اللي فات اللي احنا لا ما عشان مش عايزين نبص ورا يا استاذ محسن لازم نبص لا يعني الاخطاء اللي فات عشان نعالجها. لا ما احنا عشان نبص الاخطاء اللي فات هنقول انت عملت وده كان عامل وانت كنت لا مش هنعتب على احنا بندور على عداوه دلوقتي، واحنا دلوقتي عاوزين نتماسك. والناس دي ايا كان يمكن كانت البلد ظروفها زي كده، انا مش بدافع بقول لك يمكن كانت البلد ظروفها زي كده زي اي حد كان سلبي صح، احنا كلنا كنا سلبيين اكيد صح ولا مش صح؟ لكن آن الأوان بقى السلبي يبقى إيجابي، والإيجابي كان في الأصل يزود عن مكانته وعن نفسه أكتر. فإحنا دلوقتي مش هنسمح لأي حاجة تحصل. يعني أنت تفتكر دلوقتي يكون في ميزانية جاية لكوبري إنشاء كوبري وتروح هناك بني سويف؟ ده هتتمسك بالايد والسنان وبالسلاح والكل في الوقت الحالي. مين اللي هيسيب ميزانيه لبلده تروح لبلد اخر؟ مش تقليلا لشأن البلد الاخر، لكن كل بلد. اصلا يا استاذ محسن بس مش كل الناس بتعرف ان في ميزانيه محدده ليها وجايه. لا بقى معروف. حضرتك تقصد ان في وعي دلوقتي غير جدا، في ثقافه وفي متابعه. كلنا دلوقتي عارفين ان في ميزانيه كام بتخش مركز البدرشين والكره بتخش لها ميزانيه اكيد. لا دي خلاف عليها، يعني حتى احنا تلاقينا فيهم مع المحافظ ومع رئيس المدينه في خلاف على الميزانيه اللي بتدخل البدرشين. ازاي؟ يعني رئيس مش متذكره بالظبط هو كان قال الميزانيه قد ايه، بس الميزانيه في تفاوت فيها ما يقرب من 100,000 ما بين المحافظ وما بين رئيس مجلس المدينه. يعني سياده المحافظ لما قلنا له الميزانيه هل يعقل ان تكون ميزانيه البدرشين 250,000 جنيه سنويا ونحن ندخل الدوله مليارات؟ قال مين قال لك 250,000 جنيه؟ قال لي الشهر اللي فات 150,000 جنيه للكهرباء. ده كان 300 في الشيت ده. شوف وانا كنا مع بعضينا انا كنت مع سياده المحافظ حتى استغربت لما بصيت لسياده المحافظ وقال لي 300,000 جنيه كهرباء بتاعت طرق بس طرق. لا طبعا 100,000 جنيه للخبطه. فدول بيحسبوا من ميزانيه الدوله ولا دول بيحسبوا حاجه في نص السنه؟ انا مش فاهم حته ميزانيه الدوله. عايزين نعرف ميزانيتنا ايه عشان نمشي نطلب في حدود امكانياتنا. ده بيدخل واحنا دلوقتي يا جماعه احنا برضو في مفترق طرق واحنا في ازمه. يعني مثلا هقول لك على حاجه، موضوع ازمه الانابيب الفتره اللي فاتت، اللي كان ليه حصه بقى بياخد نص حصه، واللي 3 حصص او 4 حصص بقى بياخد حصتين. والناس بمناسبه الانابيب حضرتك طبعا من ضمن الناس اللي كلمت المحافظ ده الراجل ده انا من خلالكم عاوز اشكره شكر عميق جدا الدكتور علي عبد الرحمن. عايزه هي جهاد ليها سؤال بالنسبه للانابيب بس انا بعد فلول الحزب الوطني يدعون انهم هم اللي اتوا بانابيب الغاز. والله على الموقع اهو مباشره قدام الناس. انا المحافظ موجود، الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه موجود. انا صحيته من النوم الساعه 10:30 ليلا قدام الجميع، والراجل تفهم الموقف ووعدني في ثواني ان انا اكون عربيه تكون موجوده وثاني يوم تكون في عربيه 1000. تاني حاجه اللي قال ان الحصه كده كانت داخله دي مش تبع الحصه. اولا دي بتروجاز ما بيجيبش حصص، دي كانت حاجه كده جايه استثنائي لاهل البدرشين عشان انا شفت موقف ألمني جدا وانا داخل على طريق ابو ربع. شفت ستات مولعه ولعه وقاعده وشايلين اطفالهم. ده موقف خلاني اللي انا ما ينفعش ان انا اسيبه، مش كنت تعبان جدا. طبعا عارفين دايره كبيره واللي الواحد بيلف حوالين. يعني رحت قريه والقريه الثانيه رحتيها، القريه الاولانيه تمساكي اصلا يعني. والله يعني انت فاهمني. فانا لما اروح ما صدقت هروح انام عشان ثاني يوم اكمل المسيره، لكن ما قدرتش ان انا انام والاقي ناس زي كده. انت معايا؟ كلمت المحافظ الساعه 10:30. مين يجي له جرأة يكلم واحد مسؤول كبير زي المحافظ الجيزه الساعه 10:30؟ انا كلمته عشان خاطر ابتغاء ربنا سبحانه وتعالى، عشان خاطر الناس دي. وفعلا الراجل استجاب برضه. انا لازم اشكره وهينزل في الجران الكلام ده. مفيش انا بستغرب ليه حد تاني يقول لك احنا اللي ساهمنا واحنا اللي عملنا. ساهموا، تعالوا حطوا ايديكم في ايديا. ما بدليل لا ده اللي انا بقول عليه. ليه دايما بتنسبوا حاجه للغير؟ يعني الحاج سعيد زلط اتصل بيا في المرأة، انا ضاع مني 8 انابيب يعني تم مش عايز اقول سرقات، ممكن يكونوا راحوا لا هو اي حاجه. لا مش عاوز اسمي مسميات. انا دايما بظن الناس خير يا احمد. 8 انابيب دي انا ساهمت فيها في نصهم في اللي انا ادفعهم مع ناس اخرين. ف يعني انا مش عارف ليه كل واحد انت تعمل حاجه يفاجئ ده فلان اللي عمل. نسيت اكمل معلش يا جهاد انت واحمد. فوجئت الحاج سعيد لما في ال1000 وانا جايبها، على فكره انا ماضي عليها اقرار، والاقرار لغايه دلوقتي موجود في المصنع باسمي. يعني لغايه دلوقتي انا ما رحتش جبته يعني.
هو احنا سمعنا الحاج سعيد زلط، انا بس ليه عتاب بسيط على يعني اللي شايلين مسيره يعني التعب برضو الاخوه اخوان المسلمين، لان هم يستحقوا ان هم يبقوا موجودين على الساحه، ومحدش يقدر ينكر ده، ان هو الناس دي تعب كتير ولا احد ينكر ده تماما، واللي ينكر ده يبقى حاقد يعني. لكن انا ليه عتاب عليهم ان انا لما الحاج سعيد زلط كلمني وقال لي طب يا استاذ محسن مين اللي هينظم معاك في ال1000 اللي انت جايبها؟ اجيب لك الشباب الاخوان. قلت له يا ريت هات الشباب الاخوان ينظم معايا عشان خاطر احنا كنا بنقول ان في عتاب المحب يعني. ساعات لما كنا الحاج سعيد زلط كان كلمني وقال لي هنجيب الاخوان شباب الاخوان ننظم وكده، وفعلا جم نظموا معايا، بس انا فوجئت انهم كلهم حطوا الاي دي بتاعهم بتاع الاخوان للاعلان عن نفسهم اكتر قدام الناس. موقف احنا كنا بنعمل فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. طب انا ما اعلنتش، ما رحتش قلت لكل واحد انا اللي جايب الانبوبه، والله اتفضل الانبوبه انا اللي جايب الانبوبه، انت فاهم؟ ما حصلش. في حين احنا كنا بنساعد، حتى لقيت فوجئت بالباشمهندس احمد عبد العزيز شقير، وهو من الشخصيات اللي بحسبها عند الله محترمه، وهو على فكره في قرابه بنعتز بيها. بيقول لي يا استاذ محسن انت ما ساهمتش انك جبت. قلت له ازاي يا باشمهندس احمد؟ فراح قال لي عشان انت اللي جابها التموين والكلام ده. قلت له التموين معلش يعني، احترامي بتوع التموين على انه هم كانوا قادرين يجيبوا الحصه بتاعتهم كامله عشان يجيبوا حاجه استثنائيه، رحت واخده من ايديه وهو يسال عن ذلك، هو راجل صادق يعني، مش هيقول غير الحق. فقلت له يا باشمهندس تعالى اسال بقى بتوع التموين هم قاعدين مين يا اساتذه اللي جايب ال1000 انبوبه؟ كلهم بالثلاثه. انت يا استاذ محسن اللي جايبه. قلت له سمعت يا استاذ احمد؟ قال لي خلاص سمعت يا استاذ محسن، ما حصلش حاجه يعني، حصل خير. طب خلاص الاقيها على الموقع عندكم، طيب نازله طب بالليل. قلت بقى بالليل بقى اروح البيت اشوف افتح على النت وكده عشان اشوف منزلين بقى مديني حقي زي ما هم بياخدوا حقهم يعني، حقي بس مش عاوز حاجه ان هم يقولوا اللي حصل يعني. فوجئت انهم ما جابوش سيرتي خالص تماما، ولا من بعيد ولا من قريب. طب انت سالت يعني، انت كنت سالت كنت اقول ماشي، يمكن انا بقول كده يمكن عشان خاطر ادعم نفسي ولا حاجه، بس انت سالت بنفسك والراجل اكد عليك. واللي تعبني بقى اكتر واللي زاد العتاب اكتر برضو، والكلام ده يمكن انا وجهته للباشمهندس رزق حواس، وقال لي يا استاذ محسن اصل انت مش عارف ده الاستاذ سعيد زلط اللي اتصل بينا. قلت له ما انا عارف، ده انا اللي قايل للاستاذ سعيد زلط اتفضلوا معانا، اتفضلوا نبقى نشارك مع بعض، وانتم ناس افاضل وانا بحسبكم عند الله ناس محترمين يعني مجتهدين للبلد يعني. ففوجئت كمان ان كان في موضوع قبل كده قديم، كنت في موضوع مركز البطرشين، وانا كنت جبت موافقه رئيس شركه السكر بتاع الحونديه، راجل محترم المهندس حسن، والراجل ما تاخرش عليا ووافق ان ناخد مصنع قهوه مبدئيا لمركز البطرشين. بصراحه الاخ احمد عبد العزيز، باشمهندس احمد عبد العزيز الشغير، راح كاتب، كان في اخ تاني يعني يمكن ما كانش فاهم وكده، نزل الخبر غير صادق فيه وبعدني انا تماما. فالمهم باشمهندس احمد عمل سال استاذ طارق سلمي شقير وسال استاذ صبحي، قال لا ده الاستاذ محسن داود هو اللي جابه، هو بعلاقته بيه مش حد اخر يعني. فالراجل رد الموضوع، يعني رد لي، مش عايز اقول رد لي كرامتي، لكن رد لي حقي ان نزل الموضوع على البدرشين اليوم او موقع البدرشين اليوم بصورتي وشكر الاعلامي محسن داود ابن البدرشين الذي كذا كذا عن طريق المهندس حسن كامل، وكان موافق وكده يعني، وجاب لجنه فوريه وهو حضرها. دعيت الاستاذ احمد عبد العزيز انه يحضر بنفسه وحضر معانا وكده يعني وشاف بنفسه. وفوجئت ان انا بشوف الصفحه بعد ما كانت فيها صورتي ما لقيتش صورتي، لقيت الموضوع الخبر زي ما هو موجود بس صورتي مش موجوده. فبسال بقى الاخوان في الموضوع ده يعني انتوا ليه شلتوا صورتي؟ بس استاذ محسن، سواء كنت حضرتك اللي اتصلت بالمحافظ او من ادعى، لا انا عايز اقول حاجه، حكايه محافظ عشان بس الناس تعرف، انا علاقتي بالمحافظ من ايام لما كان رئيس جامعه القاهره، وكنت اصغر صحفي ومذيع يكرم في جامعة القاهرة مع إعلاميين كبار في على مستوى الوطن العربي. الكلام ده سنة 2008، واللي كان بيكرمني كان الدكتور علي عبد الرحمن، حتى استغرب هم بيندهوا الاسم، لقى شاب صغير بيتكرم وسط هذه الكوكبة. الكلام ده مسجل، الكلام ده موجود، واخد فيه شهادة تقدير محترمة، واخد فيه درع الجامعة الذي لا يهدى إلا للشخصيات العامة. وده الحمد لله مجهودي بفضل الله، مجهودي المتميز في خدمة البلد.
والحمد لله انا كنت متواجد وموجود قبل الثوره، والجميع الذي يعلم عن محسن داوود ذلك يشهد على ذلك. اتفضل. تمام. سؤالي بقى فين حصه البدرشين الاساسيه المفروض ان هي 1450 انبوبه؟ هو ما انا لسه بقول لك احنا وقت الازمات بيبقى في مشاكل في المراكب، وفي مشاكل في الاستيراد، وفي مشاكل في الغاز والكلام ده كله، فبتقل النسبه للنص. فطبعا انا ما كانش ينفع البدرشين. انا ناس كتير قوي لمتني على فكره من كوره كتير، حرام عليك اشمعنى البدرشين؟ فانا بصراحه كان كلام بيحزنني تمام. حتى بيقول لي طب احنا بعد كده اللي هنيجي نفرق بالبطاقه. قلت له لا، مش حاجه اسمها بطاقه، هو الاسره دي جوه البدرشين زي اي اسره بره البدرشين، في الخير في اي مكان، ملاش اي علاقه. فان شاء الله باذن الله الفتره القادمه هنحاول ان احنا تبقى مش الحصص كامله، لا نزود ونعمل. انا في خططي وبرنامجي ان يتعمل يعني زي ما بقول مخبز مركزي. دخلت لكم في حته رغيف العيش، لازم برضو يبقى في مستودع حكومي كبير ان شاء الله يجوب اهالي البدرشين كلها بكورها ان شاء الله باذن الله، ويكفيها يعني ان شاء الله. استاذ محسن، من هو البرلماني على مدار التاريخ الذي تعجب بأدائه البرلماني؟ والله هم اتنين، وده يعني داخل البرلمان ولا خارج البرلمان؟ داخل. لا، هو حاليا مش لازم يكون داخل البرلمان، هو على مدار التاريخ. على مدار التاريخ يعني لازم يكون برلماني واحد؟ برلماني واحد. هو بصراحه اللي بيعجبني بس يعني بغض النظر عن ما بعد الثوره واللي حصل من بعض الحاجات انا ما كنتش متفق معاه فيها، ورحمه الله عليه النائب طلعت سادات. انا يعني بعتز طبعا الراجل ده رحمه الله عليه قوي جدا داخل البرلمان وبره البرلمان، وليه مواقف كويسه مع بعضنا انا وهو. ويمكن امتنع او امن الدوله منعته ان هو ينزل على اي قناه فضائيه، وكان ممنوع على اي قناه فضائيه. فاتصل بيا وقال لي يا استاذ محسن انا عاوز اجي على البرنامج بتاعك، وانا كنت بقدم برنامج على قناه البدر. وطبعا عرضت الامر على رئيس القناه، رفض طبعا ان كان امن الدوله بيعمل اجتماعات شبه دوريه مع رؤساء القنوات، مين الشخصيه اللي تمتنع ومين الشخصيه اللي احنا عاوزينك تبقى موجوده فيها. ده كان واقع وكان موجود يعني. فقلت له بص يا دكتور هشام، ده كان رئيس القناه في ذلك الوقت، قلت له لا الراجل انا وعدته ان انا هيجي الحلقه يبقى يجي الحلقه، وفعلا نفذت الحمد لله وعدي معاه، وهو الراجل قدر كلمتي قوي معاه. من هنا اي مناسبه انا بدعو فيها طلعت السادات ما كانش بيتاخر. اخر مناسبه يمكن على يدكم كلكم موجود في نادي الجزيره في افتتاح بطوله كره قدم مالهاش علاقه بالسياسه، الراجل جالي احتراما عشان انا عملت معاه موقف محترم، فهو الراجل اثر الموقف، وحتى قرر ان هو يبقى عضو في نادي النيل ودفع فلوس العضويه. فاحنا المفروض كان نادي الجزيره ينعي الراحل طلعت السادات، لان انا نحسبه عند الله من الشخصيات المحترمه بغض النظر عن بعض المواقف اللي احنا نختلف فيها معاه. معلش حضرتك كده تخرجني عن البرنامج، بس بصفه واحد شغال في اداره نادي الجزيره نحن فعلا بننعي طلعت السادات وربنا يرحمه. هو رمز لا يمكن تجاهله يعني. تمام. طيب حضرتك ذكرت برلماني على مدار التاريخ، في البدرشين بقى برلماني ايضا على مدار التاريخ معجب بادائه البرلماني. هو بصراحه يعني عشان خاطر واحد فقط، ما مش هينفع يا احمد بصراحه تقول لي واحد فقط يعني فاهمني. اصل في حاجات انا معجب فيه في حاجه، والتاني في حاجات انا معجب بيه في حاجه، وفي واحد ثالث اخر كمان انا معجب بيه في حاجه. بس طبعا انا لو قلت الكلام ده هيتقال يبقى انت كده بتلم ايه 3 عائلات او لا. بس والله العظيم واللي يعلم عن محسن داوود والكلام. بص اقول لكم على حاجه، انتوا بتسالوني دلوقتي والكلام اذا ما كانش طالع من القلب مش هيوصل قلب. انا بعشق حاجه اسمها عبد الفتاح طه الدالي كبرلماني جوه تشريعي رقم 1. الراجل ده تشريعي رقم 1 لا خلاف. عبد الفتاح طه الدالي راجل تشريعي داخل البرلمان ويده نظيفه. اذا الاجابه عبد الفتاح طه لا استنى. وعبد التواب رحمه الله عليه الحاج عبد التواب الدرجلي برضو راجل خدمي مع الناس بشكل محترم وشكل كويس، تلاقي على الطبليه، تلاقي على المصطبه، تلاقي على اي. هو ده الحاج عبد التواب الدرجلي رحمه الله عليه. والحاج عبد المنعم لبنه، لان ليه موقف معايا طريف جدا. على فكره حضرتك مش اول واحد تقول الحاج عبد المنعم لبنه. طيب لا الثلاثه انا معجب بيهم جدا، على الرغم ان في حصل بيني وبين الحاج عبد المنعم نقطه خلاف بسيطه، بس هو فهمني. انا برضه انا كنت في بدايه عمل الصحفي، وكنت بقى واخد الموضوع بقى بجديه زي حالتك كده يا احمد كده.
فرحت كتبت مقاله ساخنه جدا، كتبت بقى ايه مصطبه العائلات في محلات البدرشين، ودي كانت مقاله اثارت كتير في المجلس في مجلس الشعب. والاستاذ عبد المنعم رحمه الله عليه زعل جدا وراح بعت مع انه امامي في الاعضاء في المجلس المحلي. كان الاستاذ ربيع نور الدين كان عضو مجلس محلي وزعل مني الثاني، ازاي تكتب مصطبه العائلات في محلات البدرشين؟ انا كانت رؤيتي ان الحزب الوطني كان بيستحوذ على العائلات الكبيره. طب انا واحد مش من العيله، واحد من الاهالي، بس عندي القدره ان انا اخدم وابقى كويس، ما تجيبنيش ليه؟ هو ده كانت رؤيتي، فاهمني؟ والمقاله دي موجوده ومتسجله عشان حاضر ما نتكلمش، ومقاله موجوده ودلوقتي معايا كمان، ودي سنه 2002 او 2003. فقابلني بقى بالصدفه، هوريك بس ايه الناس العظيمه، ولا بالعربيات ولا بالعربيات الفارهه ولا حاجه، الناس العظيمه بافعالها. كان رحمه الله عليه الاستاذ عبد المنعم لبنان. فالمهم انا كنت واقف في المواصلات، كان عندي امتحان في الجامعه او حاجه زي كده، لا ما كانش يا رب، انا كنت مخلص صاحبي، كنت رايح الشغل، فبركب على العربيه الميكروباص الساعه 8 الصبح، لقيت حد ركب جنبي، انا دايما بحب اركب قدام، لقيت حد ركب جنبي، ببص لقيته الاستاذ عبد المنعم لبنان. طبعا انا عارف البرلماني بتاعنا يعني، هو ما يعرفنيش خالص. قلت له خلاص يا استاذ عبد المنعم بقى عنك. قال لي يا ابني لا 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 والله يا ابني لا عنك انت، خلاص رايحين. هو اللي دفع. قال لي بقى مين استاذ؟ قلت له محسن داوود. قال لي هو انت اللي محسن داوود؟ قال لي انت غلطان اللي انت عملته. قلت له يا فندم بس غلطان ليه؟ قال لي اولا انا جات لي 10 نسخ في الجورنال، طبعا الجريده كانت بتتفرق على اعضاء مجلس الشعب في المجلس يعني، فانك انت تكتب عن حاجه زي كده في بلدك، فده ما كانش يبقى كويس داخل المجلس. تاني حاجه انا بفهمك ليه بالنسبه ان الاعضاء المحليات بنحاول بنرضي جميع العائلات عشان خاطر يبقوا معانا في العمل الخدمي، يبقوا ايديهم معايا في العمل الخدمي. تقوم انت تكتب مصطبه العائلات، هم الناس ما بتعملش حاجه. قلت له ما احترامي بتعمل، انا مش همني الناس اللي هتعمل ولا ما بتعملش، انا واحد مش من العيله، واحد من الغلابه، واحد ما فيش يعني واحد عادي عاوز اعمل حاجه خدميه بس عن طريق ابقى عضو مجلس محلي، مش هينفع اخدها عشان خاطر انا مش من العيله بتساندني. انا يعني انا دي كانت رؤيتي، وهو كانت رؤيته برضه تحترم. من هنا يعني حضرتك لم تتفق على شخص بعينه، بل تاخذ من هنا او من هنا ومن هنا، ثلاثه بصراحه. حضرتك مع النظام الرئاسي ولا البرلماني ولماذا؟ والله عاوز اقول لك على حاجه، احنا مش هندي تاني فرصه ان يبقى النظام الرئاسي يبقى هو المتحكم في رقاب العباد. البرلماني بس بشروط، انا اولا مش متوافق على الشروط القايمه ولا الفرد بالشكل اللي احنا، ودايما يمكن كنت بوجه الكلام ده للاخوان اكتر، لان الاخوان اكتر جهه منظمه واكتر جهه قويه ومعاهم بعض القوى السياسيه، انهم ازاي يوافقوا على الموضوع القوائم بالشكل ده وموضوع الفرد بالشكل ده. الفرد والقوائم بشكل تبقى محافظه، وان واحد فردي يروح من قريه لقريه لمركز لمركز لقرى الواحد اول مره يسمع عنها، وعشان تدخلي قريه وتروحي القريه الثانيه، القريه الاولانيه يكون نسيتك اصلا، انت فاهمه؟ فده كان نظام ما كناش متفقين عليه وما كناش موافقين عليه. وطبعا انا ما اقدرش انا اعلن ده لوحدي في كاعلامي، لا لازم يبقى في قوه سياسيه بتدعم الرفض ده، لكن ده ما حصلش. انا ما اعرفش ان ده التساؤل ده بوجهه للقوى السياسيه ومنهم الاخوان والسلفيين. برضه حضرتك من القوى السياسيه؟ ما انا لسه بقول لك لا انا مش قوه سياسيه ولا حاجه، انا راجل لا مش شاب على قدي يعني. بما ان حضرتك نويت الترشح يبقى اذا من القوى السياسيه؟ لا مش قوه سياسيه، لا مش كل واحد بيطلع. هنعمل ستوب عشان اذان العشاء ونكمل ان شاء الله. موضوع الترشح في مجلس الشعب، لماذا لم تفكر فيه قبل ثورة يناير؟ أنا عاوز أقول لك على حاجة. أنا كان اهتمامي الأول والأخير الصعود الإعلامي. أنا الحمد لله الفترة اللي فاتت على قناة البدر وبعد كده بينا على قناة اللورد اللي هي بقت LTV دلوقتي، كونت صداقات جدا على مستوى كبير جدا بالنسبة على مستوى مصر والوطن العربي. عملت مع شخصيات سياسية، يعني أنا استضفت طلعت سادات، استضفت الإعلامي وائل البراشي، استضفت الفنان محمد صبحي، ومحمد صبحي ده كان حصري معايا، وكان شخصيات كبيرة جدا. يعني أنا في مرة عملت حلقة فنية كان رجاء الجداوي وسماح أنور في حلقة واحدة، والاثنين كانوا متخاصمين مع بعض وأنا صالحتهم في جوه الحلقة. كانوا متخاصمين ليه؟ لا كان مش متخاصمين، هم كانوا رجاء الجداوي عاوزة سماح أنور معاها في عمل، وسماح انور كانت عاوزاها في عمل تاني، لا مش خلافات يعني ايه، وبعد كده ما اتفقوش وادوا بعض مواعيد ما تمش، فزعلوا من بعض قعدوا فتره ما اتكلموش. ربنا وفقك انك اثبتت. فجبتهم الاثنين في حلقه واحده، وكانت حلقه بصراحه من امتع الحلقات بتاعتي يعني.
لكن انا بعتز بحلقه محمد صبحي. محمد صبحي كان قايل لي محسن لو سمحت اقعد ساعه الا ربع، قعد معايا في الحلقه ساعتين الا ربع. حضرت شخصيه محترمه كانت زميله الشهيد عصام الدالي، وحكى لي على العمليه تمت ازاي والكلام ده كله. كنت لازم اعمل حلقه في الموضوع ده عشان ابين للشباب، والكلام ده من الثوره، صح ولا مش صح؟ يعني انا مهتم الحمد لله بالشباب، ومهتم ان انا شاب، فعاوز يبقى في رموز محترمه بتضحي للبلد. يعني انا عملت برنامج عن شهداء الشرطه قبل الثوره عشان خاطر ارجع قيمه الضابط الشرطه المحترم في نظر الشعب، لان طبعا مش هننكر ان في ضباط غير جديرين انهم يلبسوا البدله بتاعتهم، لكن ما ننكرش ان في ضباط بتضحي بنفسها عشان وعشانك، فلازم ما ننكرش ده. فده كنت عملت الموضوع ده، ويمكن تم تكريمي فيه في النادي الدبلوماسي بوزاره الخارجيه، بوجود وزير الخارجيه، بس كان سابق برضو الوزير احمد ماهر رحمه الله عليه، والدكتوره ناديه مكرم عبيد كانت موجوده وهي تشهد على ذلك، وحتى قالت كلمه كويسه في حقي. كانت لنا كانوا بيرأسوا جمعيه الشرطه والشعب لمصر. فضيلة محسن، ألست معي أن غالبية المرشحين لمجلس الشعب لم يكونوا من المعارضين قبل الثورة؟ والله أنا مش متابع، لأن أصلا أنت عارف يا أحمد، أنت عارف كم واحد مرشح يا أحمد أصلا؟ كتير جدا. فيعني 130 أنت تابعت منهم، عرفت إزاي منهم؟ أنا كانوا وأنا تابعت بقى، حضرتك ما تابعتش أنا تابعت. بص يا أحمد، عشان برضه ما نظلمش حد، قبل الثورة إحنا لسه بنقول كانت أنت جواك خير عاوز تعمله بس مش قادر. هتيجي حد يقول لك أنت هتيجي تصلح الدنيا كلها، يا عم خليك في نفسك، صلح في نفسك، انت فاهمني؟ بس احنا كنا سلبيين، لازم نعترف بده، احنا كنا سلبيين في نظام فاسد منيمنا ومنملنا ومخلينا مش عارفين نتنفس. لكن انا بحكم عملي كنت في حين لاخر بعمل اللي عليا كصحفي وكاعلامي. يعني انا بقول لك دي عملتها سنه 2002 مصطفى العائلات في محلات البدرشين، وكنت بهاجم الحزب الوطني، ده سنه 2002. وجهت مقاله محترمه سنه 2003 للمستشار محمود ابو الليل عشان خاطر العزيزيه، قريه العزيزيه مركز البدرشين كان فيها مرض اسمه مرض الفلاريا. مرض الفلاريا ده الوحيد على مستوى العالم المنقرض، مش موجود غير عندنا، فما كانش صح. انا غيرت، ودي العزيزيه يعني زي البدرشين، زي اي قريه، زي العياط، زي اي قريه. رحت على طول وجهت مقاله قويه جدا، فهمت المستشار محمود ابو الليل ايه قيمه العزيزيه، قيمتها الاثريه، قيمتها الزراعيه، قيمتها في رجالتها، في عائلتها. ما انا بقول لك قيمتها الاثريه. فهمته الاول القيمه دي ودخلت له في الموضوع، قلت له كذا وكذا وكذا. الراجل ما كدبش خبر زي ما بيقولوا، بعت ميزانيه محترمه، عملنا المصرف المغطى اللي هو في بص، والاستاذ عبد المنعم المالطي يشهد على ذلك، وقبليه العمده الاستاذ عبد النبي السوري، الراجل صديق واستاذنا يعني، والعمده عبد الله ابو ترك قبليه، والحاج محمد ابو ترك رحمه الله عليه والد الحاج عبد الله، والاستاذ اشرف صالح، والاستاذ الشبكي عبد الله الشبكي المحامي. بديك اسامي اهي تشهد على اللي انا بقوله، والمقاله موجوده بالتاريخ. اللي احنا الحمد لله مع الناس من زمان، وانا لسه شاب، يعني مش عايز اقول شاب، يعني في مقتبل حياتي المهنيه والصحفيه. اتفضل يا استاذ احمد او استاذ جهاد. استاذ محسن، ما هي الماده التي ستصر عليها ان نجحت ان تكون في الدستور؟ مش حكايه الماده، هصر على ماده واسيب ماده. بص، طول ما الدستور بيتوافق، بص يا جاد، خلينا بس، مفيش حاجه اسمها هصر عليها. طب انا ممكن اصر على حاجه واسيب حاجات ثانيه كتير يعني. لا، انت فاهمه؟ زي بالظبط والدك او والدتك بتقدم لك 4 لعبات، فانت اصريت على لعبه واحده. انا المثل اللي يمكن من وجهه نظر الاعلامي محسن داوود انها يجب كل المواد التي تستمد من الشريعه الاسلاميه في خدمه البلد وخدمه الوطن وفي خدمه الاقباط والمسلمين انا موافق عليه. غير كده وهمسك فيها أبدا. غير كده مش همسك في حاجه. ودايما شعاري بقول ده ملوش علاقه بالشعارات الدينيه، الدين المعامله مع الله، مع نفسك، مع الغير، مع المسلم، مع القبطي، مع غير القبطي، مع مش عاوز اقول لك مع ايه تاني، لكن لازم هو الدين المعامله في التعامل بيني وبينك. ايه هو التعامل؟ هو ده الدين. دايما يعني مع احترامي ليك يقول لك ايه مواصفات عضو مجلس الشعب. اولا لازم أن يكون امين، عنده اخلاق. لا طبعا دي مش مواصفات عضو مجلس الشعب، لان الامانه والاخلاق دي مواصفات في صفه الانسان عموما، في صفه المسلم، في صفه المسيحي. لازم يكون عنده
اخلاق، لازم يكون عنده امانه. لكن صفات عضو مجلس الشعب فرق بين اللازم وبين الممكن. ما لسه بنقول لا، مواصفات عضو مجلس الشعب مواصفات اخرى تماما. لازم يكون عنده الكيفيه يتعامل ازاي مع المسؤولين، وامتى يشد عليهم، وامتى يهدي، وامتى يروح يستوعب الناس، وامتى يستحمل ده، وامتى يبقى ليه كلمه مسموعه مش عاوز اقول بكلمه، يعني انه بيبقى ليه كلمته، انه ممكن بالتليفون يقدر يحرك حاجات كتير جدا. غير واحد تاني هو يا عيني برضه عاوز يخدم، بس امكانياته كده يروح يخدم ويقف على الباب وعقبال ما يقابله وعقبال مش عارف ايه، والله انا معايا، انا مؤاخذه يا احمد، انا معايا الطلب ده والله لاهل بلد وعاوز اعمله، هو عاوز جواه يا عيني عاوز يعمل، بس هو يعني قدراته محدوده. انت فاهماني؟ قدراته محدوده. يعني يمكن اللي خلاني شبهني بالكلام ده، يعني ده مش تعالي لا قدر الله ولا سمح الله، اللي يعرف محسن داوود الحمد لله احنا من الناس اللي يعني بنحب الناس كلها، بس احنا نذكر حقائق. لما اهل مترينا كلموني برضو اللي انا انزل لهم حصة انابيب، منهم ناس من بيت الخطيب مش عايز اذكر اسامي، وضروري وكده، وبقالنا 15 يوم مش عارفين. المهم الحمد لله ربنا وفقني ان انا نزلت لهم في مترينا. فبيكلمني الراجل وهو تعبان وبيشكرني، فقلت له تشكرني؟ ده انا مكالمة التليفون اللي عملتها، ما عملتش حاجة يعني. انا ده كان رد، قال لي مكالمة التليفون واحد يعملها وليه كلمة مسموعة في البلد، غير واحد يروح يسعى ويتعب وامكانياته محدودة، هو نفسه يخدم بس امكانياته محدودة مش هيتبص له، احنا بقالنا 15 يوم. فده اللي انا يجب ان يدرك دائرة السياسة جيدا. تمام. لا، ويبقى ليه كلمة قوية ومسموعة مع المسؤولين. حين يدركها، حين وقتها يكون له كلمة انه ادركها. اتفضل. استاذ محسن، هناك منافسة قوية في مجلس الشعب خاصة بعد توسيع الدوائر، وخاصة في الفردي. العمال مفيش منافسة قوية زي الفردي، زي الفئات اقصد. لا، وبقى كله مين اللي قال لك كده؟ انا اقصد انت تقصد على دايرة البدرشين ولا الدايرة بتاعتنا كلها جنوب الجنوب؟ انا اقصد في مدينة البدرشين. انا بخص مدينة البدرشين لان احنا يعني من المدينة واحنا من المدينة، وعامة بنتكلم عن الدايرة. والله انا علاقتي بيهم، او هل ترى فرصتك قوية او معدومة او معقولة؟ لا بص اقول لك على حاجة، احنا بنقول لا ما فيش حاجة اسمها معدومة طبعا، لأنه معدومة مش انا اللي خلينا نزلنا اصلا. ترى فرصتك قوية ولا معقولة؟ لا هنقول معقولة بفضل الله. اولا كل حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، انت بتلتزم وبتعمل اللي عليك وربنا سبحانه التوفيق. بص اصلا الموضوع ده مش هيزعلني يا احمد، بكلمك جد وبامانه، لان الموضوع انت داخل مش عاوز شهرة. راجل انت اصلا عندك الشهرة كلها، انت راجل مذيع. تمام. انت معايا جهاد، انت مذيعة، فمش عارف انت يعني ما حدش يقول لك انت عاوز الشهرة. داخل عشان السلطة، انت راجل في مجال الصحف والاعلام، يعني عندك السلطة الرابعة اللي بقت دلوقتي سلطة ثانيه دلوقتي. طب على اي شيء تستند في نجاحك؟ انا مش حكايه استند على الله سبحانه وتعالى. انما بالله ده اولا. لا بجد ده حقيقة، لان انا عندي ثقتي في ربنا كبيرة جدا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، وانا عندي عبد، عند ثقة عند ثقة عبد بي، او عند ظن عبد بي. انا عند ظن عبد بي، فانا ظالم بربنا حاجة كبيرة قوي. فماني انا في مرة هحكي لكم موقف بسيط وتكسوا بيه، هو ده محسن داوود. انا في مرة كنت في عزف كبير في مزغونة، ومزغونة المقابر بتاعتها في الجبل، فجايين انا واثنين معايا من اهل مزغونة واذكرهم لكم بالاسم، ناجي ابو ترك، ناجي ابو عظيم ابو ترك، ومحسن احمد داوود، معروفين في مزغونة عند اهل مزغونة. جايين فلقيت الشيخ محمد، انتوا عارفينه الشيخ محمد ده بيرقص جمعية الخلفاء الراشدين، محمد الشافعي، عارفينه يا محمد شافعي. فالراجل قابلني بيشكرني، بيقول له شكرا على الانابيب اللي انت جبتها. انا مش عارف حكايه الانابيب دلوقتي فالانابيب اللي انت جبتها، الاثنين طبعا بتوع سياسه قوي، انابيب، هو انت جبت انابيب لزاويه دهشور؟ قلت له جبت انابيب لزاويه دهشور. لا انزل، ده لازم نتلف في الجوامع والناس كلها تعرف انك انت اللي جاي. يا عم لا ايه ده بس. قال لي ده الاخوان اول امبارح جايبين 240 انبوبه والبلد كلها عرفت، ولفوا على البلد كلها وعرفوا الناس ان هم جابوا، وكتر خيرهم طبعا انهم عملوا حاجه زي كده بيفكوا ازمه او بيحلوا ازمه. لكن قلت لهم خلاص انا عملت كده لوجه الله، ربنا قادر انه يحلها لي في حاجه ثانيه، مش لازما يا استاذ ناجي ولا استاذ محسن، الموضوع العام لله سبحانه وتعالى. الكلام ده قدام محمد شافعي، وبديكوا اسامي يعني عشان انا ما بقولش كلام من عندي يعني. كلمة سمعتها من احد السياسيين وتعمل بها.
البدرشين، سياسيين في البدرشين. والله عاوز اقول لك على حاجه، مش حكايه انت عارف انت دلوقتي كله بقى شغال في السياسه دلوقتي، يعني انا بسمع من كل الناس وبسمع من الشباب ومن الرجال، لكن انا بحترم شخصيات احب اسمعها قوي، يعني احب اسمع مش السياسيين بس، احب اسمع عامه من اللواء سعد الجيار ومن احمد امين عبد العليم ومن العمده عبد الله ابو ترك. دول من الشخصيات اللي انا بقدرهم جدا واحب اسمع لهم كتير قوي. اسمع لهم نصيحه من اب لابن. طبعا طبعا طبعا. هما برضه بالمناسبه بيدعموني دعم غير عادي، ومن الاشخاص اللي ساندوني عشان ادخل المجال ده، فانا من خلالكم بوجه شكر لسياده اللواء احمد عبد الرحيم. لا قول لي احمد عبد الرحيم برضه رئيس المدينه، يعني يمكن هو يزعل انا كشفت على الموضوع ده، بس هو الراجل بيساندني في الحق يعني. واللواء سعد الجيار و الاستاذ احمد امين عبد العليم والعمده العزيه عمده عبد الله ابو ترك. وفي شخصيات ثانيه طبعا انا ما ذكرتش اسمها بس مهمه جدا يعني. محسن داوود اسمه معروف اعلاميا. مش معروف قوي يعني عشان خاطر ما تتجنن، معروف اعلاميا على مستوانا احنا يعني. لكن مش انا على فكره عاوز اقول حاجه كويس بالمناسبه، انا فوجئت بيافطات والله مكتوب ايه الاعلام الكبير، قعدت اتريق على الناس الاعلام الكبير ايه؟ انت فاكر نفسك محمود سعد ولا ايه؟ ولا فاكر نفسك تامر امين يعني؟ فانا مش انا يعني خدتها تريقه، لان انا عمري ما اقول لحد يكتب كلمه الاعلام، لكن واحد عاوز يجاملني بقى. المحسن الاعلامي بيبقى اعلامي بقدر ما عالجه من مشاكل او قدر تواصله مع الناس، وليس بقدر مدته. والله يا جهاد والله يا جهاد انا ما بعرفش اسوق نفسي، مع اني دارس تسويق، معايا تمهيدي ماجستير في التسويق، لكن انا ما بعرفش اسوق نفسي. انا كتير يقول لي انت عملت حاجات كتير، ده لو انت جزء عملتها ده تكسر الدنيا. يعني الحمد لله جبت 30 منحه لاهل البدرشين بكراها، محدش عملها، دي اول مره تحصل في البدرشين. نزلت كاميرا قناه البدر قبل ثوره 25 يناير مع في الشارع لاحتفالات مصر بالفوز على السنغال، وكان حوالي 20,000 كان حاضر. مين اللي عملها غير محسن داوود؟ عشان حبا للبلد. ما رحتش شارع جامعه الدول زي اي زميل، لا جيت هنا البدرشين، جيت هنا في كوره البدرشين وشوارع البدرشين عشان افرح شباب البدرشين. هو ده محسن داوود، ده اللي انا عاوز اقول لكم عليه. انا منتظر كلامك، اتفضل. محسن داوود معروف اعلاميا. هل لو لم يوفق في الانتخابات ستكون برضو مشارك لهموم البدرشين؟ انت ما خدتيش بالك من بدايه كلامنا، انت لو كنت خدت بالك من بدايه كلامنا السؤال ده ما كانش هيتسال تماما، لان انا قلت لك انا معايا برنامج وانا ملتزم بيه اعلاميا وصحفيا وليس كبرلمانيا بالمره، والبرلمان دلوقتي مش بقت حاجه اللي تشرف يا جماعه، بقولها لكم تاني صدقوني. ده بقى انا حسيت انا عليا انا في مره بقول لزوجتي انا حاسس ان انا تعبان مش عارفه اشوف شغلي ولا اي حاجه، والناس كتير لها مطالب وناس عاوز فانا بفكر اتراجع، انا تعبت، انا فعلا حصلت مره المرات ده. محسن انا بتكلم عن نطاق البدرشين يا جهاد، اسمعيني يا جهاد، الموضوع كبير. نطاق البدرشين ده انت لو نطاق البدرشين كان الموضوع يبقى اسهل. انت دلوقتي داخله في نطاق 7 مراكز، 7 مراكز هتروحي فين ولا فين؟ يعني 7 مراكز انت مالكيش حزب بيدعمك، 7 مراكز مالكيش في كل مكان تنظيم. يعني انا بقول لو معايا تنظيم الاخوان المسلمين انا اكسر الدنيا بجد، انا اكسر الدنيا. تمام يا استاذ محسن، اذا حضرتك مع اهل البدرشين ان كنت موجود برلمانيا؟ ده اساسي، ده اساسي. انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى حاطيني في المكانه دي عشان خاطر الناس دي البدرشين يا جماعه او بكراها تستحق مكانه كبيره جدا. احنا عندنا في مشروع كبير احنا مهتمين بيه بالنسبه للعزيه، اللي تتحط على الخريطه السياحيه بشكل كبير جدا وتعمل لها، وده ان شاء الله بنعمله مع المحافظ وبشخصيات محبه في من اهل العزيه نفسهم، باشمهندس جمعه طغران ورفاقه المحترمون يعني. استاذ محسن في عجاله، ما رايك في اداره المجلس العسكري في الفتره الانتقاليه؟ والله بص يا احمد، عشان ما ينفعش ان احنا انت من تحت، ما ينفعش تشوف اللي فوق. عشان انا اقدر اقيم المجلس العسكري لازم اكون انا فوق المجلس العسكري زي لعبه الشطرنج. استاذ محسن، متى يكون البدرشين مستقبل ومتى تظل كما هي؟ هقول لك، عشان يبقى لها مستقبل لازم ما نخونش بعض. عشان احنا بالفتره يقول لك ده عمل ده عشان خاطر الانتخابات، لا ده مش هو اللي عمل يا جماعه.
يا جماعه ما كان اللي كان قبل كده ما كانش بيعمل، ما كنتش بتقدر تقولوا انه بيعمل او بيعملش. دلوقتي اللي عاوز يعمل حاجه نقول له الله يعينك، الله يساعدك، احنا معاك. انا عاوز الحاجه بس، الحلو حلو والوحش وحش، بس عمل حاجه حلوه كتر خيرك، عمل حاجه وحشه لا يعني تعمل بقى في اللي هم يتراءوا ليه يعني. لكن حد ابتدى عاوز يعمل حاجه ساعدوه. ده ربنا سبحانه وتعالى عبدي بيقول اذا تقربت الي ايه شبرا تقربت اليك ذراعا. وده ربنا يعني انا اتقرب لي شبر ولا اتقرب لي بقى الذراع اكتر، ولا عاوز اتقرب للناس. قربوني ساعدوني عشان خاطر انا كصحفي واعلامي اقدر اعمل حاجات للبلد والله كتير بالتعاون. مش عاوز يعني يقولوا لي كلمه حلوه، يعني حتى ما يقولوش كلمه حلوه لكن تاخد حقك في اللي انت بتعمليه، الاقي مسانده. لان انا مش عاوز اسيب يعني عاوز كصحفي وكاعلامي اقدر اعمل حاجات كتير جدا للبلد. انا شايف كده كمحسن داود يقدر يعمل حاجات كتير، ولا انا عندي العمل الخدمي كويس جدا، فانا عاوز بس الناس تساعدني. من تدعم رئيسا للجمهوريه؟ والله هقول لك على حاجه يعني يمكن بقى انتوا، انا لغايه الان الكلام ده مسجل على الموبايل بتاعي. سياده الوزير عمرو موسى في اللي هم المستشارين الاعلاميين اللي ماسكين الحمله بتاعتهم، مش عاوز اقول انهم مصرين انهم يضموا محسن داود ابن من ابناء الراشدين للحمله معاهم، عشان خاطر عارفين الحمد لله بفضل الله قدرات محسن داود يقدر يعمل ايه او يقدر يساهم ايه ويساعد ايه في الحمله. لكن انا مش رافض رفضا لعمرو موسى، انا مؤمن بحاجه ثانيه خالص، بقول ان مصر لا زالت محتاجه رئيس قوي، محتاجه رئيس بيحب البلد وعاشق البلد بدون اي غايه. اذا حضرتك لم تره حتى الان؟ لا موجود، انا ده رؤيتي انا وهو يعلم ذلك، يمكن تتفقوا معايا او تختلفوا معايا، بس انا الراجل ده انا مقتنع بيه تماما، لان انا ما اعرفوش وما كانش ليا علاقه بيه ولا صداقه بيه ولا زماله بيه ولا قرابه بيه. انا كل حكايه الراجل قال لي انا عاوز اطلع على القناه عندك، الراجل عاوز اطلع على ليا برنامجي، قلت والله عشان اطلعك عندي لازم اكون انا مقتنع بيك، انا مش طلع اي حد وخلاص. فقعدت معاه قعده واثنين وثلاثه، والراجل ده انا اقتنعت بيه تماما 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 تماما. ويا جماعه عاوز ابقى انا بوجه استاذ سمير محمود عثمان واقولها بكل قوه، ابن البدرشين طبعا، مش عشان هو ابن البدرشين طبعا والله، يعني هو يا جماعه الراجل ده انا بحسبه عند الله عنده القدره انه يقدر يحول مصر بشكل كويس جدا، بس مع تعاون الجميع معه، هو مش هيقدر يعمل حاجه لوحده، بس نديله فرصه. كتير قوي يقول لك ايه يا عم كان دخل عضو مجلس الشعب الاول مش عارف ايه، زي بالظبط كتير ممكن حد يقول لك انت كنت دخلت المحاكم، مش كده خالص، مش كده، العمليه عمرها ما كانت كده خالص. سيدنا اسامه بن زيد تولى جيش كان فيه قيادات كبيره جدا في الصحابه وهو عنده 17 سنه، في ايه؟ ناسين تاريخنا ليه؟ استاذ محسن سؤال اخير عشان نختم ان شاء الله، هل انت مع المركزيه ام اللا مركزيه في الحكم؟ والله عاوز اقول لك على حاجه، هو طبعا احنا جربنا كتير قوي المركزيه، مفيش مانع ان احنا نجرب اللا مركزيه الفتره القادمه، على الرغم ان ونحاول نسد بعض العيوب اللي ممكن تقابلنا فيها. لكن احنا جربنا المركزيه وجربنا عيوب المركزيه وجربنا الفساد اللي جه من المركزيه، لكن ان اوان نجرب اللا مركزيه مع ان نلتف نحاول ما يبقاش فيها نسد اي عيوب تخرج منها او اي سلبيات تبقى موجوده في اللا مركزيه. فاهم على النقاط فيها. مظبوط كلام جميل. طيب وعد تتوعده لاهل البدرشين تقدر على تحقيقه، ووعد ربما لا تقدر ولكنك هو الوعد اللي انا اقدر على تحقيقه هديك مثال بسيط جدا اللي انا اقدر اعمله. طول ما انا فيا روح وفيا قدره على التعامل مع الناس وان انا اشوف حق وما اقدرش اجيبه لحد واشوف غلط وما اقولش انه غلط، هو ده الوعد اللي انا اقدر عليه، لان ده جوايا. انا موقف بسيط جدا هحكي لكم عليه. زميلي الاستاذ حسن السواح، انا بتكلم رسمي مش عارف ليه، حسن السواح ده اخويا الصغير، يعني كنا دايما لعبنا كوره وياما كان بيقف لي جول في الفرق بتاعتي كان لينا معاه لقاء، وكان حد صاحبي قوي يعني. ولقيت اليافطه بتاعته في مكان ما، يافطه كبيره وغاليه، لقيتها واقعه، فاتصلت بيه على طول قلت له يا حسن الحق اليافطه بتاعتك في المكان الفلاني وقعت منك، لان انا استغليت اليافطه وما يصحش ان. فكان واحد سامع الموقف ده في العزبه الشرقيه،
فاستغرب، يا استاذ محسن انت بتتكلم عن واحد منافس ليك. قلت له منافس ليا ده محترم، المنافس ليا ده اخويا الصغير وانا اعرفه تماما، وتاني حتى لو مش اخويا انا شايف ان في يافطه بتاعته هتتبهدل، فلازما على طول لازم اتصل بيه لان انا شفت حق. لان مش هعرف اروح البيت، شوف ده موقف بسيط، مش هعرف اروح البيت وانا شايف يافطته واقعه وانا سكت عليه. عشان الوعد اعلاء كلمه الحق مهما كانت. تمام. دي كلمه للمرشحين، عايزين كلمه من حضرتك لاهالي البدرشين من خلال موقع البدرشين ارض الحضاره. انا عاوز اقول يا جماعه والله العظيم محسن داوود ما وقعش في باراشوت عليكم. محسن داوود موجود معاكم بقاله فتره. محسن داوود كان بيستغل البرنامج بتاعه والجريده بتاعته لاهل الدايره للبدرشين، وده موجود، وكتاباتي موجوده، وتحقيقاتي الصحفيه موجوده، وقنواتي موجوده، حلقه وائل الابراشي موجوده قبل الثوره، حلقه خاصه عن مصر والسنغال وفرحه ابناء البدرشين وشباب البدرشين موجوده، حلقه عن اهل العزيه وجبت المحافظ تليفونيا ومسجله، الكلام ده مسجل مع العمده عبد الله ابو تركي لما اتكلم قال لي يا استاذ محسن احنا عندي 3 عمال كوبري المعادي الانقاض وقعت عليهم، فالناس دي على قد حالها، فاحنا عاوزين المحافظ بس يعملوا معاش استثنائي. قلت له طب يا عمده اقفل وانا هتصرف دلوقتي. رحت جبت المحافظ على التليفون على الهواء مباشره، قلت له يا سياده المحافظ يا دكتور علي عبد الرحمن انا عندي في قريتي من اعمال حضرتك الناس ما اقصدش، لا انا ما اقصدش يا جهاد، انا توجهها لاهالي. ما دي لسه انا بقول لك، انا بديك المقدمه دي. رحت الحمد لله وفقت ان انا اجيب معاش استثنائي لهؤلاء الاسر وهم يشهدون على ذلك. عاوز اقول ان انا محسن داوود موجود، ساعدوني، ومش بلاش نخون بعض ولا نخون الاخر لارضائي ولا تخونني لارضاء الاخر. انا ابن البلد ومتربي في البلد ومتربي ابن العزبه الغربيه وحبايبي كلهم في العزبه الشرقيه وداخل مع الناس كلها. وعاوز اقول انا محتاج لكم كاعلامي ان انا اعمل معاكم اعمل حاجه للبلد. عاوزكم تقفوا جنبي. انا كنت مبسوط جدا لما جبت طلعت السادات وجمال عبد الحميد وربيع ياسين وحسام شلتوت الناقد الرياضي الكبير والحكم الدولي الكبير محمد حسام مره واحده في مناسبه للبدرشين، وكان كلهم بيشجعوني. وقسما بالله الكلام ده يعني انا اسف ان انا اقسمت، بس انا اللي جوايا عاوز اقوله ان في واحد كل ما بشوفه بفرح جدا ان الراجل ده بيشجعني بعينيه، بيشجعني بكلمه. الكابتن ايمن الجيار، الراجل ده بنحسبه عند الله من الشخصيات المحترمه جدا مش في البدرشين في مصر كلها. الراجل ده بيدعمني بحب ويقول لي ربنا معاك ووفقك انت كويس. بحس ان انا عاوز اعمل حاجات اكتر من كده. انا محتاج الناس كلها تبقى زي ايمن الجيار، بس انا مش عاوز زياده عن كده. استاذ محسن بنشكر حضرتك على اتاحه الفرصه واعطائنا من وقتك. التوفيق ان شاء الله، وتكون على قدر من ثقه الناس ان شاء الله.